تعالوا بقى هنعمل مع بعض احلى شاورما من غير لحمه ومن غير فراخ، وبتطلع خطيره. طعم بجد ما يتوصفش، لازم يتجرب، صدقوني هتعتمدوها 3 4 مرات في الاسبوع. يلا نبدأ على طول. معانا طبعا الجميل العظيم البتنجان. اهم حاجه نكون منقينه طازه ويكون خفيف وبيلمع كده. تمام. ومعانا فلفل الوان ومعايا بصله. انا هستعمل بصلتين، بصله صغيره وبصله كبيره. خلاص، البصله الصغيره دي هبشرها، هي اللي هتديني الطعم كله والجمال كله. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه والتفاصيل ازاي بالظبط. اول حاجه البتنجانه بتاعتنا غسلينها كويس، وهنقطعها بالشكل ده كده. انا مش هقشرها، وهقطعها زي البطاطس صوابع كده، مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، بالشكل ده كده. قطعت حوالي بتنجانتين كبار. عايزين طبعا تزودوا، وانا انصحكم ان انتوا تزودوا. يعني في وصفات كده اقول اعملوا كمية قليلة، لا، الوصفة دي زودوا كتير قوي عشان فعلا مش هتقدروا تقاوموا جمالها. خلاص، في الطاسة كده نزلت ب3 معالق 4 كبار من الزيت، وبدأت اقلب في البتنجان واشوح فيه. في الوقت اللي هو بيتشوح فيه ده انا بقطع الخضار بتاعي، الفلفل الالوان، ولو مش موجود هستعمل الفلفل الاخضر العادي. بس الفلفل الالوان طعمه بيبقى جميل قوي في الوصفة دي. خلاص، ومعايا برضو بصلاية كبيرة كده هقطعها نفس الشكل شرايح كده. ومعايا البصلة الصغيرة هبشرها بالمبشرة، وهحطها في الطبق واحط عليها ملح وفلفل، واقلبها كويس جدا جدا. وكمان هزود عليهم بهارات شاورما لو موجودة، مش موجودة الملح والفلفل كفاية جدا جدا، بس البهارات لو موجودة عندكم هنزودها. هنرجع بقى للبتنجان بتاعنا، هيكون اتحمر وتشوح بالشكل ده كده واستوى. تمام. وزي ما بقول لكم زودوا. هننزل بقى بالخضار بتاعنا اللي قطعناه، وابدأ اقلب تاني كده زي ما انتوا شايفين، وافكك البصل من بعضه. هشوحه بالظبط دقيقتين مع البتنجان تاني. في الوقت اللي انا بشوح فيه برضو الخضار مع البتنجان تاني، هروح احضر صوص الطحينة، لان صوص الطحينة ده مهم جدا جدا في وصفة زي دي. هيدينا طعم متكامل كده للساندوتش بتاعنا. في بولة بقى هنزل بنص كوباية من الطحينة الخام، او طبعا الكمية زي ما تفضلوا، لو عاملين شاورما كتير هتزودوا. معاهم بقى عصير ليمونتين مع معلقتين كبار من الخل، انا بحبها تكون مززة شوية. ومعاها فصين من التوم مهروسين ناعم، ومعاها معلقة صغيرة من الكمون. المقادير دي جميلة جدا جدا لصوص الطحينة. عايزين تلغوا التوم براحتكم، بس بيدي طعم جميل جدا مع الوصفة. هنزل بقى بالمية بتاعتي بالتدريج كده عشان اظبط القوام براحتي، وعشان خاطر الطحينة يعني افكها واحدة واحدة بحيث انها ما تبقاش فيها تكتلات معايا. خلاص، بنزل بالتدريج كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه واللي انا بحبه. مش عايزاه يكون تقيل قوي ومش عايزاه يكون خفيف قوي، يكون وسط كده، بس مايل ان هو يبقى اتقل. وحطيت له شوية من الملح ورشة صغيرة من الفلفل. الطحينة الأحلى ليها بيبقى الكمون دايما، بس معاها رشة صغيرة كده من الفلفل. خلصت صوص الطحينة، هرجع بقى للخضار بتاعي اللي اتشوح مع البتنجان دقيقتين بالظبط مش اكتر. هنضيف عليهم بقى التكة اللي هي احلى حاجة في الموضوع كله، البصلة المبشورة مع الملح والفلفل. بمجرد ما بنحطها كده بنشم ريحة اكننا قاعدين نشوي على الفحم. بجد ريحة وطعم اكنك يعني عاملة افخم اكلة في العالم. والله بجد وصفة جميلة جدا جدا، لازم تجربوها بالطريقة اللي انا عاملاها دي، لانها فعلا خسارة انها ما تتطبقش يومين 3 في الاسبوع. قلبناها كويس جدا كده، البصلة مع الخضار يشرب الطعم كويس، عشان اهم حاجة البصلة دي هي اللي مديها الطعم كله. تمام. خلاص، خلصت كده التقليب بتاعي، حطيت لها رشة ملح كمان ظبطت الطعم. عشان خاطر انا ما كنتش مزودة ملح في الاول، قلت اما احط البصل الاول بالملح بتاعها واشوف. خلاص، زودت لها بقى شوية كزبرة خضراء، ومهم جدا ان انا احط الكزبرة الخضراء، بتدي طعم جميل. هحط بقى في السندوتشات بتاعتي، سندوتشات بلدي، سندوتشات كايزر، عيش فينو، زي ما نحب طبعا. بس بجد صدقوني الطعم بتاعها في حتة تانية خالص خالص خالص. ما تتقارنش بحاجة، مش هتبقي عارفة، انت مش هتبقي مصدقة اصلا ان ده بتنجان. يعني مش مصدقين فعلا ان ده بتنجان، هما كانوا فاهمين ان هي لحمة. بجد طعمها رهيب، ما يتوصفش، لازم يتجرب. ولازم تقولوا لي بقى بعد ما تجربوا رأيكم في الكومنتات تحت. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا له شير. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.